انا ما شفتش لاعب ولا بني ادم في العالم، يعني كل القهوه، كل الناس اللي قاعده بتتفرج، اول لما الكره ترجع حتى ايه، مش ترجع هجمه، ترجع اللي هو المدافع بيرجعها للشناوي، الكل اللي هو حاطط ايده على قلبه وربنا يسهل ويعرف يثبت الكوره. احنا ليه نعيش في الجو ده؟ ايوه يعني ليه حسام يخلينا نعيش في هذه الاجواء اللي هي ما تخلكش يعني تبقى شايل حمل انك عاوز تتفرج على منتخب مصر؟ ما تنزل يا عم، انت جايب 4 ما شاء الله، 4 حراس مرمى، ما تنزل واحد منهم يقف. هي الثقه حتى احنا بنتفرج عليه مفيش اي ثقه، معدومه. بقول لك الناس بترجع له الكوره، الناس حاطه ايديها على قلبها. انا بخاف لاي كوره حتى عاليه بعيده عن الجول خالص ان هو يصدها ويدخل الناس في اللعبه، وتلاقيه مثلا حطها تحت عند الجول. وحصلت وربنا سترها يعني في الماتش بتاع ده الكره النهارده بتاعت ده ياسر اللي طلعها من على خط الجون دي، ما هو جايب الكره مثلا. تطلع بره، جايب الصداد دخلها ناحيه الجون تاني. وجت في ايد ياسر بس الدنيا ماشيه، ماشي فاهم قصدي؟ فيعني طب احنا ليه نوقع نفسنا في حاجه زي كده؟ ما انت احسن ما تنزل يا عم شوبير، كل اهو عاوز شوبير، وانت اعتقد ان انت جواك عاوز شوبير برضو، هتنزله. اه يعني عارف ان خط الدفاع وحش كل حاجه، بس الشناوي ده كوم لوحده. اكيد.